الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، استمعت كما استمع كثير منكم إلى كلمة الشيخ أدهم العاسمي. أنا استمعت إليها قبل أيام، يحكي فيها رحلته إلى تركيا، ثم يقف عند لحظة واحدة فيقول: لو لم استفد من السفر إلى تركيا إلا زيارة الشيخ محمد عوامة لكانت هذه بمفردها نفعا عظيما. هذه عبارته. هذه الجملة يا جماعة في الحقيقة تلخص لنا معنى عميقا جدا يغيب اليوم عن كثير من المتكلمين في الدين، الذين يتكلمون في الدين عبر الشاشات، عبر منصات التواصل. يعني معنى السند والتسلسل العلمي والجلوس بين أيدي أهل التحقيق، لا الاكتفاء بقراءة الأوراق وسماع المقاطع. يا جماعة، الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى، يعني هذا الاسم ليس اسما جديدا عبر مواقع التواصل أو اسما طارئا على الساحة، ولا خطيب منبر ظهر فجأة ثم تصدر الأحكام والفتاوى. هذا الرجل ثمرة سنين طويلة في صحبة كبار أهل العلم والعمل، في صحبة كبار المحققين، كبار الحفاظ. هذا الرجل من تلامذة العارف بالله محدث حلب الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله سبحانه وتعالى، ذلك الرجل الذي جمع بين نور العبادة وضياء العلم. كان في الحقيقة مدرسة في تعظيم السنة وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تهذيب القلوب قبل تزكية الألسنة. فأن تجلس مع الشيخ عبد الله سراج عقودا من عمرك، أنا سمعت أنه لازم الشيخ عبد الله سراج أكثر من 50 سنة. يعني عبد الله سراج حافظ الحديث، يقال عنه أنه حفظ 300,000 حديث، هذا غير متون الفقه. وكذلك هو من خواص تلامذة الإمام المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله سبحانه وتعالى، ذلك الجهبذ الذي أعاد إلى تراث الأمة شيئا من هيبته بمقدماته النفيسة وتحقيقاته الدقيقة وحرصه العجيب جدا على توثيق كل كلمة ونسبة. يعني 40 سنة الشيخ محمد عوامة يلازم عبد الفتاح أبو غدة، ليست مجرد حضور دروس، بل هي تربية على التحقيق وضبط النصوص واحترام مناهج الأئمة الأربعة والفرار من الشذوذ والتهور في الفتية. الشيخ عرف قدر الأئمة فقط ببركة هؤلاء المشايخ. حين ترى اليوم يعني الشيخ محمد عوامة، فأنت لا ترى فردا معزولا، بل ترى سلسلة من الأسانيد تمتد عبر هؤلاء الأئمة إلى من قبلهم، إلى أسانيد الشام وأسانيد الهند، باكستان وهند وأفغانستان وأسانيد الحجاز. يعني في تواصل عجيب بين مدارس الأمة. هذا اللون من التكوين لا يؤخذ يعني في دورة أسبوعية كما أشيع اليوم، ولا في شهادة مطبوعة، ولا من وراء الشاشات. فلهذا عندما أسمع إلى ثناء العاسمي على الشيخ محمد عوامة ويجعل زيارته من أعظم ما حصل من سفره، فهو في الحقيقة يذكرنا بفارق كبير جدا بين عالم له مشايخ وله سند، عالم محقق بكل معنى الكلمة وله تاريخ في المخطوطات والمكتبات، وبين أصوات عالية في زماننا ربما لم تجلس بين يدي شيخ راسخ ولا ليوم واحد تعلموا الدين من القصاصات، وربما من الترند والهاشتاج أو من شاشات التلفزة، ثم راحوا يوزعون في الناس أحكام الشريعة، أحكام الجرح والتعديل. أنا لا أحتقر أحدا ولا نغلق باب الخير على أحد، لكننا نقول أن العلم الحقيقي له سلسلة، له أدب، له تلقي مباشر.
أما أن تمسك يعني كتابا وتتعلمه بمجرد القراءة، يا جماعة أمسك يعني للشيخ محمد عوامة كتابا واحد، اقرأ له تعليقة واحدة على حديث واحد يعني، أو على موضع من كتب يعني اطلع على موضع من كتب الإمام الشيخ أبو غدة، تشعر أنك أمام رجل يعرف مقام من سبقه من الأئمة، يحفظ لهم قدرهم، ولا يتجرأ على اتهام الأمة بالضلال، ثم يقدم نفسه فجأة مصلحا ومجددا منفردا. كتب تجد فيها الأدب، الوقار، احترام الأئمة. فزيارة أمثال الشيخ محمد عوامة ليست نزهة سياحية وليست صورة تذكارية لنشرها في وسائل التواصل، بل هي ربط للقلوب بسلسلة العلم المتصلة، وتجديد يعني للانتماء إلى مدرسة التحقيق والإنصاف التي لم تبقى إلا يعني ممكن أحلف بالله عز وجل أنها من أهم المدارس الحية الموجودة الآن في الساحة العلمية، لأن الصحفيين كثر، قل فيه المحدثون المحققون. فجزا الله الشيخ أدهم العاصمي خيرا إذ ذكر الناس بمقام هذا الإمام الجليل، وذكرنا جميعا أن من أعظم ما يربحه طالب العلم في سفره أن يضع جبهته بين يدي عالم راسخ يراه بعينه ويسمع منه مباشرة ويتصل به في سلسلة أهل العلم، لا يكتفي بسماع الأصوات أو كثرة المشاهدات عبر الشاشات. نسأل الله العظيم أن يحفظ شيخ المحققين المحدث العظيم الإمام العلامة محمد عوامة، وأن يبارك في عمره وعلمه، وأن يرزقنا وإياكم صحبة العلماء الربانيين أصحاب السند، أصحاب السلاسل، والانتساب إلى سلاسل أهل الحديث المحدثين، لا إلى الضجيج السوشيال ميديا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.